مرحبا من جديد. اليوم رح نبلش سلسلة أسرار نجاح الحلويات، وبكل حلقة رح نتعلم كيف نعمل أطيب حلو سواء بارد أو سخن، وكيف ممكن ينجح معنا 100%. وأكيد ما في أحلى من إنه نبلش بشي كلاسيكي الكل بيحبه، كيكة الشاي بالبرتقال. رح نعملها بالتفصيل بأسهل طريقة، ويلا نبلش خطوة. لكيكة اليوم رح احتاج 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوبين من الطحين متعدد الاستعمالات، 3/4 كوب لكوب من السكر، كمان كوب من عصير البرتقال الطبيعي يعني تقريبا 200 مل. كمان رح احتاج نصف كوب من الزيت النباتي، وملعقة طعام من برش البرتقال، كمان ملعقة طعام من البيكنج باودر، كمان نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، ورشة صغيرة من الملح. ما ننسى يكون عصير البرتقال فريش، رح تفرق معكم كثير بالطعم. كمان قشر البرتقال لازم يكون ناعم ومن غير الجزء الأبيض اللي فيه. وهلق بعد ما جهزنا المكونات خلينا نبلش خطوة خطوة. وهلق رح اجيب أي بولة غميقة عندي، انزل فيها بالبيض وبالسكر كمان، واخفق من 3 ل 5 دقائق حتى يصير لونهم كريمي فاتح. هالخطوة كتير مهمة لحتى ندخل الهواء على الكيك ونساعدها لحتى تنتفخ كتير منيح. وهلق رح اضيف العصير والزيت والفانيلا كمان، ورح اخفقهم شوي صغيرة لحتى يتجانس عندي الخليط كتير منيح. ونصيحة نسيت اقولكن عليها، العصير ما لازم يكون كتير بارد. وهلق رح اجيب اي منخل او مصفى ناعم عندي، ورح انخل الطحين والبيكنج باودر، كمان الملح. رح انخلهم كتير منيح مشان ما يتشكل عندي تكتلات. وهلق رح اجيب السباتيلا وحركهم بحركة دائرية على مهلي لحتى ما اخسر الهواء اللي دخلته بالخفق. كل نوع طحينة بيختلف عن الثاني، ممكن نحتاج نضيف شوية طحين لحتى نوصل لهذا القوام. وهلق اخر شي رح اضيف برش البرتقال، وهيك صار خليط الكيك عندي جاهز. وهلق رح اجيب القالب المخصص للكيك بعد ما اكون دهنته به شوية من الزبدة ورشة طحين. انا استعملت القالب مقاس 25 سنتي، رح اسكب خليط الكيك فيه، ورح دخله على الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية مدة من 35 ل 45 دقيقة على هواء حماوة وقوة الفرن الموجود عندكم. وأهم شي بالخبز ما أفتح الفرن قبل مرور 35 دقيقة، وبختبره بس يصير بعود خشبي إذا استوى أو لا. وهيك بعد 40 دقيقة الكيك صار عندي جاهز. فينا نقدمه سادة مع فنجان قهوة أو كاسة شاي، فينا نزينه كمان بشوية سكر بودرة مثل ما نعمل. وبنحفظ الكيكة بالبراد بعبوة قابلة للتسكير منشان ما تنشف أو حتى تفقد رطوبتها. جربوها واكتبوا لي رايكم بالتعليقات. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. صحة وهنا، وبشوفكم الفيديو الجاي.